السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. القضية ديال اليوم غتدينا للسويد، ولكن الابطال ديالها كلهم مغاربة، وغادي نشوفوا فيها كيفاش الحياة ديال واحد الكوبل مغربي غادي يتدمر بسبب الثقة العمياء. ثقوا في الشخص الغلط ودخلوا لحياتهم ولدارهم، وللاسف دفعوا الثمن غالي بزاف. قصة مؤثرة وغادي تخليكم ما تبقاوش تثقوا في البراني نهائيا. باش تعرفوا التفاصيل خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وإلا بغيتوا ديروا لايك وبارطاج الفيديو باش تشجعوني نستمر، وإلا عجبكم طبيعه الحال المحتوى. سارة هي واحد البنت مغربية من مواليد 1995. بحال بزاف ديال الشباب فكرت في الهجرة، بغات تجرب حظها باش تضمن واحد المستقبل زوين وتحسن الوضعية المعيشية ديالها. وبالفعل في السن ديال 19 عام غادي تهاجر للسويد. سارة كانت واحد البنت شخصيتها قوية وجريئة، ذكية وماشي أي واحد يقدر يديرها بها، وفي نفس الوقت دمارة وما كتغلبهاش الخدمة والتمارة. داكشي علاش عائلتها تاقوا بها وما عارضوش القرار ديالها ديال الهجرة، وخلاوها دير داكشي اللي بغات. وبالفعل في ظرف عام قدرت انها تتاقلم بسهوله في المجتمع الاوروبي ودير بلاصتها، دبرت على راسها، كانت عندها الخدمه ديالها والسكن ديالها، وكانت عايشه بخير. كانت كما كنقولوا مراه ب100 راجل، تقدر تعول عليها فاش ما جيتيها، وكانت ظريفه وديما ضحكه وكتبغي الخير للناس. داكشي علاش كلشي كان كيبغيها وكيحترمها. في 2016 وبالضبط عام من بعد ما وصلت سارة للسويد غادي تعرف على أمين. أمين هو واحد شاب مغربي من مواليد 1994، يعني كان كبر من سارة بعام. تزاد في إيطاليا وعاش فيها مدة طويلة، ولكن من بعد انتقل هو والعائلة ديالو باش يعيشوا في السويد، وبالضبط في ستوكهولم، وتما فين تعرف على سارة. امين وساره بداو كيتلاقاو وكيخرجوا مع بعضياتهم تقريبا كل نهار. تعرفوا مزيان ودغيا تفاهموا ولاو كيحمقوا على بعضياتهم وما بقاوش قادرين يتفارقوا، ودغيا غادي يقرروا انهم يتزوجوا. خصوصا ان ساره كانت عندها ديك الفكره من الاول انها نهار غادي تزوج بمغربي ولد بلادها، وكانت رافضه الفكره نهائيا انها تتزوج بشي واحد من شي جنسيه واحده اخرى. المهم بالفعل غادي يتزوجوا تقريبا عام من بعد ما غادي يتلاقاو، يعني غادي يتزوجوا في 2017، وغادي ينتقلوا يعيشوا بجوج في واحد لابارتمون صغيره في ستوكهولم، يعني نفس المدينه اللي تلاقاو فيها. كانوا بجوج بهم خدامين ومعاونين على الزمان. المهم عايشين بخير، ما عندهمش وما خصهمش، وما كانوش عندهم المشاكل، والعلاقه ديالهم كانت زوينه لانهم كانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف وكانوا فرحانين ببعضياتهم. وهاد الفرحه غادي تكمل ملي غادي يتزاد عندهم وليد في 2018. كانوا فرحانين بداك الوليد بزاف ومفشينو بلا قياس. المهم ملي غادي يكمل الوليد عام غادي ينتقلوا باش يسكنوا في واحد البلاصه واحده اخرى، وغادي يكريو واحد الشقه كبر من هذيك اللي كانوا ساكنين فيها، واللي كانوا فيها 3 ديال البيوت باش يقدروا يديروا لولدهم البيت ديالو الخاص. وفي هذا الوقت هذا ساره ما كانتش خدامه، لانها ملي ولدات جلست من الخدمه باش تقدر تقابل ولدها، على اساس ملي يكبر الوليد شويه ويوصل للسن اللي يقدر يبقى يمشي لاكريش ترجع ديك الساعه وتقلب على شي خدمه واحده اخرى باش تعاون مع راجلها بحال اللي كانت كدير. ولكن لابارتمون جديده الكرا ديالها كان غالي وكان طالع بزاف في المقارنه مع لابارتمون اللي كانوا كاريين. ومن الشهر الاول اللي غادي يخلص فيه امين الكرا غادي يتزيروا ماديا بزاف، وما غاديش يبقاو قادرين على المصاريف. وامين ما غاديش يبقى قادر يهز المسؤوليه بوحده، لانه كيف ما قلت لكم ساره جلسات من الخدمه ودابا عندهم وليد وتزادوا عليهم المصاريف. وحاجه واحده اخرى، امين كان خدام في واحد الشركه ديال النيطواياج، وكان صالير ديالو يعني ماشي شي صالير اللي كبير بزاف، وكانوا عنده بزاف ديال المصاريف ديال الترونسبور، لانه كان خدام في واحد البلاصه بعيده بزاف على البلاصه فين ساكنين، وكان كيدير لا نافيت كل نهار. داكشي علاش كان كيمشي يخدم في الصباح وما كان كيجي حتى العشيه. وهنا ساره فكرات انها تحرك ودير شي حاجه باش تعاون مع راجلها، وبدات كدير دي بيتزا وكتبيعهم من الدار. كانت كدير واحد الكميه كبيره كل نهار، مع العلم ان يديها كانت بوحدها وكان عندها وليد اللي في نفس الوقت كان خاصها تقابله.
ولكن المشكله واخا هذا المجهود كامل اللي كانت كدير ساره كانت كتدخل واحد الفلوس قليله، وهذا الشيء ما قدرش يعاونهم باش يحلوا المشاكل الماديه ديالهم. داكشي علاش غادي يجلسوا مع بعضياتهم وغادي يفكروا في شي حل اخر اللي يقدر يخرجهم من هذه الازمه. امين كانوا عنده بزاف ديال صحابو مغاربه اللي كان دائما كيخرج معاهم وكيتلاقاهم. واحد النهار كانوا جالسين في واحد القهوه وبدا كيعاود لهم على المشاكل الماديه اللي عنده وانه ما بقاش قادر يخلص الكرا. داكشي علاش فكر هو ومراتو انهم يشوفوا شي واحد اللي يكون ثقه ويكريو ليه بيت ويسكن معاهم في نفس الدار. وهنا صحابو غادي يقولوا ليه راه كاين واحد المغربي صاحبنا وكنعرفوه مزيان، يلاه جا من اسبانيا وراه جا باش يستقر في السويد، وبالفعل هو دابا كيقلب على شي بلاصه فين يسكن. الا بغيتي نلاقيوك معاه تعرف عليه، وإلا عجبك وارتحيتي ليه كري ليه. وداكشي اللي غادي يكون في نفس الليله غادي يلاقيوه بعبد العالي. عبد العالي هو واحد المغربي اللي عاش حياته تقريبا كامله في اسبانيا، وكان عنده لو بيرمي دو سيجور تما في العمر ديالو 34 عام، وكان يلاه جا للسويد باش يشوف الا لقى خدمه زوينه وعجبو الحال يستقر تما بصفه نهائيه. المهم امين تلاقى مع عبد العالي وتفاهم معاه على فلوس الكرا، وقال ما غنلقاش احسن من ولد بلادي هو اللي نكري ليه ونسكنو عندي. ومن بعد يومين عبد العالي هز حوايجو وانتقل باش يسكن معاهم. المهم وراوه البيت ديالو حط فيه حوايجو وتفاهم هو امين مزيان، ولاو صحاب ولاو كيخرجوا مع بعضياتهم وكيجلسوا في الدار وكيقصروا مع بعضياتهم، وكل شيء كان غادي هو هذاك وكل شيء كان مزيان. حتى النهار 2 في شهر 4 2019 تقريبا 3 شهور من بعد ما سكن عبد العالي معاهم في نفس الدار، غادي توقع واحد الحاجه خايبه بزاف. في هذاك النهار امين كان في الخدمه، هز التليفون باش يسول في مراته وفي ولدو بحال ديما، ولكن ما كانتش كتجاوب. عيط ليها مره وجوج وثلاثه والو، التليفون كيصوني وما كتجاوبش. واحد شويه وهي تعيط ليه الام ديالو وقالت لي انها كتعيط لساره بزاف ديال المرات وحتى هي ما كتجاوبهاش. وهنا غادي يتشوهوش عليها. طلب من واحد صاحبه باش يدوز عليه وداه بالطوموبيل للدار باش يشوف شنو واقع لمراته وعلاش ما كتجاوبوش في التليفون، لان هادشي ما كانش من العاده ديالها. وغير غادي يطلعوا في الدروج ديال العماره غادي يحسوا ان شي حاجه ماشي هي هذيك، خصوصا ملي وقف حدا باب ديال الدار ديالو ولقى واحد البقع ديال الدم. بقى كيصوني في الباب ولكن حتى شي واحد ما حليه، وملي جا باش يحل بالسوارت ديالو ما قدرش يحل لانه كان واحد السوارت مهرسين في الباب، يعني ما كانش عنده كيفاش يدير يدخل الدار. وهنا غادي يعيط على البوليس. ملي غادي يجيو البوليس غادي يفرعوا الباب ديال الدار، وملي غادي يدخلوا غادي يتصدموا من هذيك لاسين اللي كيشوفوا قدامهم. كيلقاو الدار كلها عامره بالدم، في الارض في الحيوط فوق الفراش، المهم الدم كاين في الدار كلها. وهنا ما غادي يخليو حتى شي واحد يدخل، وغادي يجبدوا الاسلحه ديالهم وغادي يبداو يقلبوا الدار بيت بيت وبلاصه بلاصه. ملي غادي يدخلوا لبيت النعاس غادي يلقاو مجزره قدامهم، غادي يلقاو ساره فوق من الناموسيه وغارقه في دمايتها، ولدها مسكين اللي كان في العمر ديالو 15 شهر كان متكي فوق منها وساكت. ولكن ملي غادي يشوف البوليس غادي يتخلع وغيبدا يغوت ويبكي بواحد الطريقه هستيريه، وما غادي يسكت حتى يعطيوه للاب ديالو. غادي يعيطوا للاسعاف وغيديروا ما في جهدهم باش يحاولوا ينقذوها، ولكن للاسف كانت في ديك اللحظه ديجا ماتت. امين تصدم من داك المشهد اللي كيشوف قدامه، بقى غير كيغوت وكيبكي وكيحاول يفهم شنو وقع لمراته. ولكن البوليس غادي يشكوا فيه وشكوا انه غير كيمثل عليهم واعتقلوه، كان هو المشتبه الرئيسي في هذه القضيه. المهم غادي يديو الجثه للتشريح وغادي يعاينوا مسرح الجريمه، وغادي يلقاو بزاف ديال البصمات، وغادي يلقاو واحد لي تخاس ديال لي با، يعني شي واحد عفط برجليه فوق من داك الدم اللي كان في ديك الشقه. المهم البوليس سولوا الجيران ولكن للاسف حتى شي واحد ما شاف ولا سمع شي حاجه، وبداو كيحققوا مع امين وبداو كيضغطوا عليه باش يعترف، لانهم كانوا مقتنعين انه هو المجرم اللي قتل مراته. ولكن امين كان مصر على البراءه ديالو وقال لهم انه كان كيبغي مرته بزاف ومستحيل انه يأذيها ويدير لها ديك الحاله، ما كانوش عندهم المشاكل نهائيا وكانوا عايشين واحد الحياه سعيده وما عنده حتى شي سبب اللي يخليه يقتل مراته. وهنا البوليس غادي يتحققوا من هذه المساله
وغادي يكتشفوا ان بصح امين وساره كانوا عايشين واحد الحياه زوينه، وانهم ما كانوا عندهم لا مشاكل ولا كانوا واقفين على الطلاق ولا حتى شي حاجه اللي تخليه يفكر انه يأذيها. وحاجه اخرى، امين غادي يقول لهم واحد المعلومه مهمه، قال لهم ان مراته عيطت ليه في هذاك الصباح في الوقيته اللي كان فيها خدام، وانها كانت معصبه بزاف وكتغوت، وكانت باينه عليها انها مدابزه خايبه مع الراجل اللي كان ساكن معاهم واللي هو عبد العالي. وقالت لي انه ما بقاش عاجبو الحال معانا وبغى يرحل وراه كيهز حوايجو باش يمشي بحاله، وطلب مني باش نرجع ليه 2000 كورون، يعني تقريبا واحد 2000 درهم مغربيه، لانه كان مسبق ليهم فلوس الكرا. دونك ملي بغى يمشي بحالو طلب منها باش ترجع ليه فلوسه. وهنا امين قال لها صافي رجعي ليه فلوسه وخليه يمشي بحالو، الله يعاونو، ما عندنا ما نديرو بالمشاكل. ومن تما ما عاود سمع على مراته حتى خبر، وملي كيعيط ليها ما كانش كتجاوبو في التليفون. والبوليس غادي يتاكدوا من هاد الهضره، وغادي يلقاو انه بصح في داك الصباح ساره هضرات مع راجلها في التليفون، يعني في الوقيته اللي كان فيه هو في الخدمه كانت هي باقا حيه، وهذا الشيء كيعني انه ما يمكنش يكون هو اللي قتلها. وهنا غادي يولي المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضيه هو عبد العالي. ولكن المشكله ان البوليس ملي قلبوا عليه وبغاو يستجوبوه ما غاديش يلقاوه، وغادي يغبر ليه الاثار. وهنا غادي يصدروا واحد المذكره ديال البحث ضده، وغادي يبداو يقلبوا عليه في كل بلاصه. وفي هذا الوقت هذا غادي تخرج النتيجه ديال التشريح الطبي، واللي غادي تبين ان ساره تقتلت بواحد الوحشيه كبيره، وان اللي ضربها بواحد الموس كبير اللي غادي يلقاوه في مسرح الجريمه، وضربها بواحد القوه كبيره، لقاو عندها ضربات خايبين في راسها وفي ظهرها. ولكن حسب التشريح السبب الرئيسي ديال الوفاه هو الخنق. وغادي يستنتجوا ان المجرم في الاول هاجمها في وسط الدار وضربها تما، وحاولت انها تهرب منه ومشات للبيت ديالها، وتما فين غادي يتبعها وغادي يقتلها فوق من الناموسيه ديالها وقدام ولدها اللي شاف كل شيء، داكشي اللي وقع للام ديالو. داكشي علاش الدار كامله كانت فيها هذيك الكميه كامله ديال الدم في الارض وفي الحيوط وفوق من الفراش. المهم البوليس غادي يبقاو مستمرين في البحث على عبد العالي، وغادي يبان لهم في نفس هذاك النهار في التسجيل ديال كاميرات المراقبه غادي يمشي مع ديك جويه الجوج ديال النهار لاكار، وغادي يبدل حوايجو وغادي يديرهم في واحد الساك ازرق. غادي يخرج من لاكار، وملي غادي يعاود يرجع غادي يلاحظوا ان داك الساك الزرق ما بقاش هازو، وغادي يشري اسبيس واحد التيكي ديال التران اللي كان غادي للدنمارك، ومن تما غادي يختفي الاثر ديالو. وتما فين غادي تصدر ضده واحد مذكره بحث دوليه. من بعد شهر البوليس غادي يكتشفوا انه كاين في المانيا، وانه دار واحد طلب ديال اللجوء تما بواحد الهويه مزوره، وغادي يقدروا انهم يعتقلوه ويرجعوه للسويد باش يواجهوه بالجريمه اللي دار. عبد العالي اللي غادي يشدوه غادي ينكر كل شيء، وغادي يقول لهم انه ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه، وانه ما كانش هارب، وانه في ذاك النهار كان معول يسافر وفي نفس هذاك الوقت. وغادي يلصق كل شيء في امين، وغادي يقول لهم ان راجلها هو اللي قتلها وماشي هو. عاود لهم انه في ديك الليله اللي وقعت فيها الجريمه دابز واحد المدابزه خايبه مع امين، لانه كان كيسالو شي فلوس وكان داخل معاه في شي افير ديال لا دروغ، وداك الشيء علاش لاغدلي قرر انه يمشي بحاله، لانه دابز معاه وما جاتش يبقى عايش معاه في نفس الدار وهو ما كيهضرش هو وياه. ولكن البوليس ما غاديش يتيقوه، لان الادله كانت كلها ضده. وغادي يلقاو في مسرح الجريمه البصمات ديالو، وغادي يلقاو الدم ديالو مخلط مع الدم ديال ساره، وغادي يلقاو لادين ديالو في مسرح الجريمه كامله وحتى فوق من الجثه ديال ساره. وغادي يلقاو اثار ديال صباطو فوق من دوك البقع ديال الدم اللي كانوا في الدار واللي كانوا في الدروج، يعني التهمه لابساه من راسو حتى لرجليه. وخا هكاك بقى ناكر، ولحد الان ما عمرو ما اعترف بهذه الجريمه. في شهر 1 2020 حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد وغرامة مالية كتعوض على الضرر لصالح أمين والابن ديالو. ولكن بطبيعة الحال حتى شي حاجة ما غادي تعوض أمين على مراته، وحتى شي حاجة ما غادي تعوض داك الوليد اللي في العمر ديالو يلا 15 شهر على حنان الأم ديالو.
داكشي علاش امين ما بقاش قادر يبقى ساكن في السويد، وغادي ينتقل هو وولده لشي مدينه وحده اخرى في اوروبا، وتما فين غادي يعيش وغادي يكمل حياته هو وولده. وهنا غادي تكون القصه ديال اليوم سالات، اللي انا متاكده انها غتكون اثرت فيكم بزاف بحال اللي اثرت فيا. بقات فيا ساره لانها تقتلات بواحد الوحشيه وبواحد البشاعه، وهي ما عندها حتى شي ذنب. الذنب ديالها الوحيد ان الظروف حكمت عليها تثق في البراني وتدخلوا لدارها. وبقى فيا داك الوليد لانه تحرم من الام ديالو ومن الحنان ديالها في واحد السن اللي هو صغير، واللي هو فيه محتاج الام ديالو بزاف. هاد القصه خاصها تكون عبره لاي واحد فينا، باش ما نثقوش في البراني، وما نثقوش في اي واحد، وما ندخلوش اي واحد لحياتنا، وما ندخلوش اي واحد لدارنا. الناس اللي في الغربه حضيو راسكم، ما كايناش شي حاجه سميتها ولد البلاد ولا بنت البلاد. ما نثقش في من كان، وما نثقش في اي واحد حتى نعرفوا مزيان شنو كيسوى. لان هاد الكوبل كيف ما كتشوفوا باقيين صغار، ويلاه بداو حياتهم، وكانت الحياه طويله قدامهم، ولكن ساقوا في ولد بلادهم. ولكن في الاخير صدق وحش ادمي ودار لساره ديك الحاله، وحرمها من حياتها وحرم ولدها منها. المهم خليتكم على خير، نتلاقاو مره اخرى مع قصه اخرى. باي باي.